حي جليز بمراكش شهد الصباح حوالي الساعة 9 من اليوم الذي أعلن إضرابا عاما. حركة سير تبدو عادية ومحلات تجارية تفتح أبوابها لاستقبال زبنائها الأوائل. تنحلوا تنفتتحوا ماشي دونك شي ناس زير الاضراب دونك خصني تنزل الاضراب. بالنسبه لي انا تنحس بان الاجواء كلشي مزيان الحمد لله، كلشي كاين. الامن اللي هو ليسونسيال عندي بالنسبه لي في كادومي السياحه. ليسونسيال هو الامن الحمد لله راه تيتوفر في البلاد ديالنا. هاد الصباح خرجت من المحل ديالي جاي، بانت لي الامور عاديه، ما بان لياش الجو ديال الاضراب كاع. امور الحركه تسير نورمال، القهاوي حالين، لي ماكازا حالين، الحوانت كلشي حالين، ما بان لياش الجو ديال الاضراب كاع بتاتا. ومن حي جليز إلى السوق الشعبي بباب دكالة نفس الإيقاع التجاري المعهود. المحلات مفتوحة والمتسوقون يقضون أغراضهم متقاطعين بين الفينة والأخرى مع مجموعات متفرقة من التلاميذ الذين عادوا أدراجهم من المدارس بعد إخبارهم بإضراب في مؤسساتهم التعليمية. ما بالي حتى حاجة، ما بالي والو، صافي تقضي داكشي اللي بغيت نتقدى وغادي بحالي. انا تيبان لي كسائق اجره تساريت في الاحياء وفي الازقه ديال مدينه مراكش، يعني الجو عادي، ما كاين حتى شي حاجه، ما حكيت حتى شي حاجه، الناس غاديه خدامه عادي كانه ما كاين حتى شي اضراب. هذه بعض من مشاهد من حيين بالمدينة الحمراء في صباح يوم أعلنته إضرابا عاما 3 مركزيات نقابية قبل أن تنضم إليها نقابات أخرى، واتحاد النقابات المستقلة الذي يضم 18 مركزية ونقابة.